سلام سلام حبيباتي، وش حوالكم؟ انتم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. وصفتنا اليوم راح تكون كسرة رخصيص بمقادير صغيرة، خاصة للمبتدئات اللي طلبوها مني بزاف بزاف. هاد الكسرات تاع ناس الشرق ناجحة 100%. راح نعطيكم في هذا الفيديو كل أسرار نجاحها من الألف حتى للياء. تجيكم حبيباتي قاطو طرية من داخل وفيها كرمشة من برا. نتمنى ان شاء الله تبغوا الفيديو حتى الاخير، وما تبخلونيش بلايك وبارطاج وتعليق مشجع، وعلى بركة الله. جيت بهذا البول تاع الشربة، حطيت 3 كيلات تاع البول، يعني تقريبا تجيني كيلو تاع السميد. هكذا باش تعرفوا تديو معايا المقادير كامل كيف نكون كيلو تاع السميد الرطب. نحط هنا الكميه تاع ملح، مغرفه كبيره ما تكونش معمره بزاف. نضيف مغرفه كبيره تاع حليب غبره، يعني هذا اختياري ما يعتبر كمحسن للعجينه ويعطينا ذوق ما شاء الله وبنه ما شاء الله ولون خلاف ما شاء الله الكسرات تاعنا. وضفت نص مغرفه كبيره تاع السكر، ورايحه نزيد نضيف مع المكونات تاعي كامل مغرفه كبيره تاع خميره الخبز ما تكونش معمره بزاف. واكيد نضيف شويه تاع خميره الحلويات كما راكم تلاحظوا على راس المغرفه هذيك الصغيره كامل. ونخلط المكونات الجافه تاعي مليح مع بعضهم. هنايا حبيباتي النوعيه تاع السميد انا استعملت القضيان، ونجيب هذا الكاس تاع 220 ملي لتر. حطيت كاس غير ربع، هنايا حطيت نص كاس تاع زيت الزيتون، ومن بعد زيت شويه كاس غير ربع تاع زيت الزيتون قلت. ونكملوا بالزيت النباتي، تقدروا تحطوا معاه شويه تاع سمن ولا زبده دايبه، تقدروا ديروه كامل بزيت الزيتون، تقدروا ديروه غير بالزيت النباتي، ولكم الاختيار يعني على حساب الذوق. ونبدا هنايا نبسس في الكميه تاع السميد، ندخل مليح مليح الزيت تاعي في السميد حتى يتبسس لي بهذه الطريقه. ونبدا نلم بالماء. هنا بالنسبه للكميه تاع الماء حبيباتي درت لي 2 كيسان ونص تاع الماء بنفس الكاس اللي كيلت به الزيت. هنايا الماء تاعي عادي من الحنفيه، لانه الحال شويه دافي. الا كان شفتوه كيما في الشتاء ولا الحال بارد تقدروا تدفيوه شويه هذاك الماء تاعكم. ونبدا نلم في العجينه تاعنا، ما تكونش يعني يابسه وما تكونش مطلوقه بزاف، يجي القوام ديالها شويه مطلوق كما راكم تلاحظوا. ندخلها مليح هكذا في بعضها، يعني حوالي 2 دقائق ولا. وهذا هو القوام اللي نحتاجه يعني كما راكم تلاحظوا. نلفها شويه ونحطها في كيس بلاستيكي ونخليها. انا خليتها تقريبا نصف ساعه ارتاحت على جنب، ومن بعد ما ارتاحت كما راكم تلاحظوا شوفوا كيفاش الخميره هذيك تفاعلت وطلعت لي شويه. نبدا نعجن فيها هكذا، نعجن ونقطع تقريبا 5 دقائق، لانه ما تحتاج تعجن بزاف. هذيك الفتره اللي خليناها ترتاح عوضت لنا شويه العجين. وهذا هو من بعد ما عجنتها شوفوا يعني تم بياضت ولات يعني اللون تاعها فاتح. نزيد نضيف لها انايا مغرفه كبيره تاع الزبده ولا السمن، ولا انا يعني موالفه نحط بالدوم زبده تاع بكره مي حاليا ما عنديش، حطيت المارغرين تاع لابال. ونحاول ندخلها مليح مليح في العجينه ديالي بهذه الطريقه. صدقوني حبيباتي راح تعطيكم واحد البنه يا البنات هذه الزبده ما شاء الله في الكسره ديالكم. ونقصها هكذا ل5 قطع. انا راح ندير 5 قرصات. نحاول نلفها مليح مليح وما نخليش هذوك التشككات كامل يجوني في العجينه تاعي، باش من بعد الكسره غير طيب ما تجيش مشككه كما راكم تلاحظوا. ونخليها تريح حوالي 5 دقائق. اكيد الطاجين تاعي راني حطيته يسخن. هنا الا كان راح نطيبوا في الطاجين تاع الحديد سخنوه ونقصوا النار، ولا كان راح نطيبوا في الطاجين تاع الطين يكون يعني شويه ثقيل، دائما سخنوه مليح مليح وخليو النار متوسطه وطيبوا. ونجيب هنايا الخبزه الاولى ولا القرصه الاولى، نحاول نصبطها. حاولوا ما ديروهاش خشينه حبيباتي، لانه من بعد راح تزيد تطلع معنا في الطاجين وحنا نطيبوا بها بهذه الطريقه. هذا هو السمك اللي نحتاجه، ونحطها هنايا بكل سهوله في الطاجين. ما نتقبها يعني ما والو، برك الا كان شفتوا الهواء دخل بين الطاجين والكسره حاولوا تهزوها هكذا بهذه الحركه شويه برك يخرج هذاك الهواء وخلاص. ونبقى نحرج عليها بهذه الطريقه حتى تحمر لي شويه على الجهه السفليه. نزيد نقلبها على الجهه الثانيه وبنفس الطريقه يعني نقعد ندور. هنايا عاونت روحي انا تقلتها يعني شويه برك، حاولت في المونتاج نجيب هذيك لا فوطو ما لقيتهاش. تقلوها باش تدي لكم كامل نفس اللون. وهذه هي
الكسرة تاعنا حبيباتي شوفوا كيفاش جات يعني حميمرة وجات طيبة وجات تشهي وبنتها جات بنة يا البنات. انا هنايا نكمل نطيب الكمية تاعي كامل بنفس الطريقة ونعاودو نتلاقاو فيما بعد. وهذه هي حبيباتي الكسلة تاعي من بعد ما طيبتها كامله. انا هنايا حطيت غير 4 ل 5 ديجا سيطروا بها تغداو بها الولاد يعني كانوا مزروبين باش يروحوا للقرايه. كما راكم تلاحظوا جات تشهي البنات وجا اللون تاعها حميمر كامل كيف كيف وجات واحد البنه ما عندي ما نقول لكم بزاف 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 بنينه صدقوني. يعني اي وحده رايحه تجرب هذه الوصفه ما رايحاش تندم ورايحه تنجح معاها من اول تجربه. تبعوا برك حبيباتي كل النصائح والخطوات اللي عطيتهم لكم. كما راكم تلاحظوا يعني كامل جاو يشهيو. هذا هو اللون تاعها ولا اروع. وهنا رايحه نقص معاكم وحده باش نشوفوها يعني في السمك ديالها من داخل باش تشوفوها كيفاش جات. هذه هي الكسرة تاعنا حبيباتي، كسرة فطير بالسميد فقط من اروع ما يكون. بنينه بنينه بزاف بزاف صدقوني حبيباتي. غير تخليوها خلاف تختمر ما تطولش معاكم كامل في الطياب. صدقوني انا 5 قرصات يعني عديتهم فاصل وما تعبتش كامل. وهذه هي من داخل من بعد ما قصيتها معكم. شوفوا يعني جات كي لي بون جات بنينه بزاف 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 يا البنات. وجات واحد الخفه فيها يعني قد ما تاكل ما تشبعهاش. صدقوني حبيباتي يعني من اروع وابنن الوصفات تاع الكسرة اللي جربتهم في حياتي. نتمنى ان شاء الله تجربوها ونتمنى ان شاء الله تعجبكم. واذا كان عجبتكم حبيباتي لا فيديو تاع اليوم وعجبتكم الوصفه تاعنا ولا الاقتراح تاعنا تاع اليوم فضلا وليس امرا ما تنسونيش بلايك وبارطاج وتعليق مشجع. وما بقى لي في الاخير غير نقول لكم ما تنسونيش خلاف معكم بالدعاء. احبكم في الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى وصفات اخرى حبيباتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.